السلام عليكم. اليوم بدي احكي لكم قصة صاحبي عايش بلبنان صار له 12 13 سنة. انا وياه صاحبي من زمان، تقريبا من وقت اللي كنا ايام الجهل، عمرنا 16 17 سنة. صرنا زمان صاحبي وبنحكي في تواصل بيناتنا، يعني اقل شيء كل شهر بنحكي مع بعض، ما بنقطع حالنا. اذا قلت له بعد ما صارت الاحداث بلبنان الجديده اطمن عليه، بقول لي والله يا ابو هشام الوضع جدا سيء. المرأة عم بتقول لي اضب وارجع على سوريا. قال لي انا هون بشتغل بالجنوب مناطق القصف وشغلي بالزراعه. قال لي هون شغل ما ضل شيء على الخالص يعني، والوضع مثل ما انك سمعنا الاخبار مو خفيان على حدا. قلت له توكل على الله نزول. قال لي والله يا ابو هشام الوضع مو مثل ما انك مفكر. قال لي مصاري ما في مثل العاده، مواصلات ما في، الوضع سيء يعني، رجع معي بالامر السهل. قال لي في هون يعني كذا عائله سوريه ترجع بتفكر بنفس الامر، كمان الوضع المادي ما بيسمح. قال لي نحن راتبنا او اجورنا يا دوب تكفينا معيشه لراس الشهر. قلت له ربي يسر. فدقيت لاصحابيني واصحابينه، يعني عملنا جروب على الواتساب، تشاورنا بين بعضنا، كل واحد اللي بيحسن عليه، اللي باوروبا واللي سوريا وكل واحد بديره. المهم لمينا من بعض كم ليره بعثناهم لابو عبده، وابو عبده خلاص يعني هو نزل على سوريا باذن الله. من بين الشباب اللي بلبنان يعني طلع صاحبنا بلبنان بيناتهم المضموم للجروب، قال عندي سياره انا بطلع بجيبه وبجي. قلنا له توكل على الله. المهم ما كذب خبر، شغل سيارته، فحص مثل ما بقولوا زيت ما زيت، عبى بنزين وتوكل على الله شد. طلع هونيك اخذ العيله كلياتها واخذوا الاغراض بيحسنوا يشيلوها، يعني بتسعى بالسياره، لبس خفيف شغلات يعني الضروري لانه هونيك ما احسن يبيع اغراض بيته. يعني قال لي ما في حدا بالبلد ابدا لمين بده يبيع الاغراض. قلنا له توكل على الله خيو، الله بعوضك، ما بيطلع شيء بالايد. المهم واحد اهم شيء يامن على حاله ومرته واولاده، يامن على الانفس. المهم بعد ما طلع بعبده بالسياره هو والمراه والاولاد، وهن راجعين على الطريق بقى بسبب القصف في كان شظايا جاي على الزفت على الطريق يعني، وسبحان الله شظيه من الشظايا بتفوت بالدولاب، الدولاب بينفجر، فالزلمه يعني بفقد السيطره على السياره وبتنزل على الباكيت. يعني السياره مثل ما بقول نزل على منطقه ترابيه وصارت صعبه طلعتها، يعني كان ينكسر فيها قطعه او شغله او عمله، ما بعد احسن تطلع السياره. المهم الحمد لله انه في شبكه هنيك، يعني بلبنان ما بعد كل الطريق في شبكه، محلات في شبكه محلات لا، يعني رايح على الجنوب بيعرف الحكايات. المهم دقونا بعتونا على المجموعة، هيك صار معنا بالزور. بجت للأربع ساعات تقريبا لقينا شاب نمونا عليه يروح يجيبهم، والشاب هذاك سيارته عفا هونيك مشان يدبر له واسطة نقل سيارة رافعة تشيلها وتجيبها على بيروت. المهم راح جابهم كلياتهم وجي. بعد ما وصلوا بيروت بقى الجنوب من ضمن لبنان، بيروت هي نص البلد. القصف ما فيها القصف مثل العادة، يعني القصف دائما هو اللي بصيب مناطق اللي مسيطر عليها الحزب. وقت وصلوا بيروت الأولاد شوي من تكسين كانوا رعبة، وضربت السيارة كمان أكلوا رعبة. راحوا على المشفى ما في شيء، يعني مثل ما بقولوا أزمة نفسية كان شوي أو شيء، اخذوا ادويه بالبيروت مثل مهدئات او شيء، ريحوا اعصابهم ما يوصلوا على سوريا. هون دخلت الاولاد على المشفى، تقريبا ابو عبده قعد ببيروت شيء 4 5 ايام قبل ما اطمن على الاولاد، مشان يحسن يكمل فيها على سوريا. خلصوا المصاري اللي معه، رجعنا لمينا له لمه وبعثنا له قلنا له توكل على الله، ما بصير غير كذبوا الله. المهم صار بده واسطه بقى من بيروت على سوريا. المواصلات صايره جدا جدا معقده على موجب حكي ابو عبده صاحبنا اللي هونيك. المهم بعد اتصالات ودقينا لمعارفنا اصحابنا من هون لقينا يعني باص رايح على سوريا، زبطناه بباص من هالباصات. الحمد لله تيسرت اموره شوي وطلع بالباص توكل على الله. هو رايح على الحدود السوريه زحمه كتير، يعني طول ما اكل معه الطريق وقت مثل هذا زياده عن اللزوم. وصل على الحدود السوريه تفتيش، فهونيك زحمه ما بيعلم فيها غير الله. يعني قال لي الدور بده جمعة يجي دوري. قال لي المرأة والولاد هيك همهم زيادة عن اللزوم. قال لي الولاد كتير تعبوا. قال لي مرضانين مرض عجيب غريب. يعني قال لي ايش معهم ما بعرف. قال لي رشح، سخونة، حرارة. قلت له بعين الله هو نهار نهارين خلاص أزمتك إن شاء الله بتوصل على سوريا. المهم بعد لهوجة وصبر ومثل ما بقولوا عناء وصل على سوريا. الحمد لله دخل على الشام. بالشام ما له حدا، الحدود بين سوريا ولبنان تجي على الشام على حمص، هاي المناطق. دخل على الشام، بالشام ما يعني قال لي ما خرج اقعد لا بأوتيل ولا استأجر بيت ولا شيء، نزل على حلب. تتوكل على الله. كمان حظه المعتر يا حرام، ما لقى باص على حلب الا تاني يوم، يعني كان اخر باص طالع. المهم استنى تاني يوم بالكراج،
يا حرام يعني الله ستره انه معه شوية اغراض سميكة، لبس الأولاد وناموا بالكراج على حرف الرصيف من جوا. قال لي يا أبو هشام عيونك شوف الصراصير طالع علي وعلى الأولاد. قلت له عينك الله حاج تشكي وتبكي، في عالم أمور أسوأ من هيك. إيه المهم بعتنا له كم ليرة، رجعنا مثل ما بقولوا دستك دعم. عمل هيك ونزل على حلب، اجى باص حلب ووصل على حلب. دق لي وينك؟ دق لي ضحكته لأذانه. المهم قلت له الحمد لله على السلامة. باب حلب ماله حدا من أهله، بقى له بس أهل مرته، يعني قرايبين بيت حماه. بيت حماه منه بحلب، برا. قرايبين بيت حماه، قعد عندهم كم يوم قبل ما يلاقي بيت. رجع بلهوجة البيوت، قال لي البيوت طول نادرة، لك ادور ببيت كتير بقليل، بس قعد لي شهر شهرين قبل ما ادبر لي بيت غيره، يعني على قد ما بقولوا. قال لي بيوت ما في. قال لي خيي ما بدنا مدارس، ما بدنا شي، بس بدنا بيوت، بيت أو فيه انا وهالمرة. والله نحن كمان هون على المجموعات على الفيس، اللي على الانستغرام، اللي له صديق بحلب، اللي له حدا الحداني، صرنا ندور له قبل ما لقينا له بيت مثل ما بقولوا غرفتين وصالون ململم عده أرضي، وبدنا له عود فيه دبر راسه قبل ما الله يفرج عليه. المهم ما كسب خبر والله. يعني أهل النخوة، أهل سوريا، أهل الخير مثل ما بقولوا، جيران عرفوا وضعه هيك سيء جاي من لبنان ووضعه مستوي، هذا حرام من هون، بطانية من هون، خدة من هون، تشك من هون، مثل ما بقولوا فرشوا له بيت من قريبه. ما في برات حسانة شي، بس انه يعيش يعني يسكن، مثل ما بقولوا ينام اول ليلتين ثلاثة. ايه الحمد لله. ايه هلا وضعه بلش يستقر، ضل عنده وضع الشغل. قلت له بسوريا شو كان بيشتغل، بسطة اكلات، بسطة خضرة، ايش من فتحت بتعيش. كل العالم الرزق دائما على الله، مو يعني هلا وبس. يعني الواحد بس يعتمد ويتكل انه رزق على الله خلص، يعني ما يكون هم الموضوع هيك. ايه والحمد لله. هلا عم بدور على شغل والله يعينه، لاني هو شغلته بس بالزراعة بسوريا، يعني بحلب بالذات ما في زراعة الا بالريف. قبل ما يطلع على الريف ويدور وبسوريا يعني اغلبية المزارعين هن بايدهم بيزرعوا وبفلحوا، ما بيحتاجوا عمال غرب مثل ما بقولوا الا على الحصاد بس. ايه وكلنا امره لله، وادعوا له انتم من عندكم، الله يوجه له اولاد الحلال اللي يوقفوا بطريقه ويسندوه يعدي من الازمه هي الصعبه. تصبحون على خير.